الاعداء، ديربي الغضب، ديربي الاخوه الرجاء والوداد اللي كان من احسن الديربيات على المستوى العالمي ولا اضحوكه ديال العالم بسبب التسيير الفاشل في الكره المغربيه. المهزله ديال البارح كانوا فيها بزاف ديال الشركاء، كان فيها الوداد شارك، وكانت فيها الرجاء شارك، وكانوا اللاعبيه شركاء، وكانوا المسؤولين على الشأن الكروي في المغرب كان عندهم حتى هما شريك، والحكم كان حتى هو شريك. المهزله وزعلوك ديال البارح عطاه لنا واحد سوء التاثير، عطاه لنا واحد كما كنقولوا انعدام ديال بالمسؤوليه. لا يعقل ان الرجاء والوداد توصل لهذه الحاله، لا يعقل ان نشوفوا احسن الفرق اللي كيمثلوا الكره الوطنيه بهذا النيفو هذا وبهذا المستوى الضعيف، ومباراه بدون جمهور، بحال اللي راه عندنا واحد الحرب اهليه، ولا بحال اللي راه عندنا اعصار، ولا بحال اللي راه حنا في كورونا. لا يعقل ان مباراه من هذا الحجم هذا كتلعب بلا جمهور، ومهما كان الاسباب فهذا كيعبر على الفشل ديال التسيير الكروي في البلاد. المهزله اللي وصل لها الكره المغربيه حاليا راه ولا عندنا واحد التفاوت، حنا مقبلين على كاس العالم، مقبلين